اللي بلغ على عدي وقصي وجاب الامريكان للبيت، وصار اللي صار، نواف الزيدان نعم جنابك ابن عم صدام حسين، واخر مرافق كنت مع صدام حسين. نعم. شنو الجبر عدي وقصي يروحون لمنزل نواف الزيدان على سبيل المثال؟ ليش ما جو لبيتكم؟ لا احنا هم المستهدفين، زين. احنا مستهدفين والعشيره كلها، المنطقه العوجه كلها مستهدفه. طيب فمو معقوله يجي مسؤول يقعد بالمنطقه اللي اوكي مستهدفه. شنو اللي خلاهم يروحون لبيت نواف هم ما الزيدان؟ راحوا على فكره، ولا يعرفون نواف الزيدان، ولا اعتقد حتى سامعين به. الموضوع ما صار بهالطريقه هاي. اشخاص نعم. من اولاد عمنا يعرفون نواف الزيدان، اللي أوكي. هو محمد الحدوشي وصمد اللي استشهد معاهم، فاخذوهم يعرفون صلاح اخو نواف. للامانه والتاريخ صلاح خوش زلمه. طيب اخوه. تتوقع من بعد 22 سنه تقريبا شنو الجبر اليوم نواف الزيدان يطلع الاعلام يقول انا من بلغت الامريكان على مكان عدي وقصي؟ توقع ليش؟ على مود دافع مادي؟ وهل هو محتاج يقول لك خذ من الامريكان 30 مليون دولار؟ قد يكون هذا حظنا. شلون؟ انا اقول لك شلون، لان نواف الزيدان ما حد يعرفه، ولا حد شايف شكله، زين. ولا احد يعرف حتى اسمه الرئيس ما يعرفه. لان مره سالني قال لي يابا نواف الزيد، قال لي هذا الشخص اللي بلغ على عدي وقصي تعرف اسمه؟ صدام حسين قال لك هذا الكلام؟ نعم نعم. ايش قلت لي انت من قال قلت لك؟ له لا ما اعرفه، فزعل. قال شلون ما تعرفه وهو ذبح اخوتك؟ يعني زين. لازم تعرف اسمه. زين، من بعد 22 سنه ايش تتوقع ليش طلع للاعلام قال انا من بلغت الامريكان على عدي وقصي ومسيطر طلع؟ هذا حتى يركبوا العار. زين، العار يركبوا، لانه اذا قبل ما حد يعرفه وما حد شايفه، هسه اتحداه يطلع يمشي بشارع اي دوله اي بلد عربي ويقدر يمشي بصورته. هسه صار مكشوف. زين. لانه النخوه العربيه بين شخص يسلم ضيفه، راح الناس تنظر له نظره العار. ايش عجب؟ بس سؤال، انطوه مبلغ مادي وطلع يقول لك هو ما محتاج لانه هو ماخذ 30 مليون من لا الامريكان. انا قلت لك هذا حظنا. زين، هو طلع وقال يمكن اخوه حتى يعترف بلسانه همين، ما يحتاج يذكر بعدين. اخوه انقتل، صح؟ اخوه. نعم. زين، هو قال لك قاتل اخويا من عشيره من كان؟ هو طلع باللقاء قال لك قاتل اخوي من عشيره، اللي قتل اخوه من عشيره. يقول ان البيجات اقتلوا الاخوه يعني. زين. يعني هو حلال عليه يقتل ولد العالم وهم ضيوف ببيته، وهو يداعي بدم اخوه. انا قلت لك اخوه للامانه كان قبل ان يبلغ عدي وقصي بيوم، كان اخوه صلاح في مدينه العوجه، وكان يتفاخر بانه الموقف